ساعات كتير جدا دماغك بتقف ومبتبقاش عارف تعمل حتى ديزاين بسيط، وساعات كمان اختيارك للصور بتكون حاجه رخمه ومش ظابطه معاك نهائيا. صح كده؟ بينا على الحل. اهلا بك يا صديقي، معاك احمد حمد. هحكي لك حاجه واكيد حصلت معاك قبل كده. ساعات ممكن تشتغل على تصميم وتلاقيه ما اخدش معاك وقت نهائيا، وكمان في الاخر التصميم طلع قوي جدا. وساعات العكس، ممكن تقعد ساعات طويله جدا في تصميم وفي الاخر بيطلع حاجه سيئه خالص. لو ركزت هتلاقي ان العامل الوحيد في ان المشكله دي تظهر او لا هي اختيارك للصور القويه او الضعيف. ساعات ممكن تجيب صورتين بس لو دمجتهم مع بعض تلاقيهم رسموا التصميم بدون اي مجهود. فبس كده. المهم ما تنساش انك تعمل اشتراك في القناه، لان عارف انك بتنسى. لايك للفيديو، كومنتك تشجيعي، والاهم انك ما تنساش تصلي على النبي. ويلا بينا نخش على الشرح. طيب بص يا سيدي، اول حاجه بقى انت بتبقى فاكر ان الصور القويه دايما لازم تجيبها من المواقع المدفوعه. ما انتش فاهم ان جوجل حرفيا ممكن يجيب لك حاجات اقوى من الموجوده على المواقع عادي احيانا، يعني مش دايما. فبص الديزاين بتاع النهارده، بما ان احنا ما عملناش حاجه قبل كده على القناه بالشكل اللي احنا هنشتغل بيه النهارده ده، فقلت نبدا ننوع شويه. فبص يا سيدي بقى، كل اللي انا عملته فكرتي للتصميم اصلا كانت ان انا هبدا اقول ان الموبايل اللي احنا هنشتغل عليه او هنحطه يقدر انه يشغل لك الالعاب وبابجي والكلام ده. فانت ممكن توضح الكلام ده بتاتشاتك انت ولمساتك، وممكن تتكلم عن بابجي نفسها. فشوف انت هتظبطها ازاي. عايزك تحط تاتشاتك ولمساتك واضافاتك. فيلا بينا يا سيدي. ابتديت اروح على الفوتوشوب. طبعا دي حاجات لم تكتمل، وده كمان التون دي كانت عاجبانا وكنا عايزين نشتغل عليها، بس ساعات كده ايه في حاجات بتقف فايه بنبدا نغير. وده لان عايز افهمك ان وانا بصور لك درس احيانا كتير في حاجات ببقى شغال عليها اصلا ما بتكملش وببدا اغيرها، فالموضوع مش سهل. فشجعني باشتراكك في القناه، مش هتخسر حاجه يعني. يلا بينا يا سيدي. هبدا اروح على نيو وهبدا افتح مقاس 4000 في 2000 ونص في ريزوليوشن 300، وهبدا اعمل كرييت علشان يديني المقاس ده. طيب كل اللي انا عملته ان انا ابتديت اجيب صوره المابا بتاعت بابجي نفسها. طيب جبتها ازاي؟ ما عملتش حاجه غير ان انا رحت على جوجل وكتبت بابجي عادي اهو بالشكل ده. خدت الصوره دي وابتديت اشيل منهم الاشخاص بالذكاء الاصطناعي عادي، وابتديت اكبر الصوره وبرده ذكاء اصطناعي، ففي الاخر طلعت بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. هبدا اخده معايا واشده على المقاس اللي احنا قلنا عليه بالشكل ده. وسريعا ابتديت اروح على فريبك، وكل اللي انا عملته ان انا ابتديت اكتب موك اب موبايل بالشكل ده. ابتدى يجيب لي حاجات كتيره جدا زي ما انت شايف كده. ابتديت اختار صوره مثلا زي دي وابتديت اشدها معايا على الديزاين او على صوره المابا بتاعه بابجي بالشكل ده. فيا سيدي ابتديت اظبط مكانها كده مثلا، تمام اهو. وابتديت بعد كده اجيب الماجيك تول، اعمل سيلكت على الجزء الابيض واعمل كنترول جي ده عشان اخد كوبي من الجزء اللي هو الابيض ده، على اساس ان احنا لو هندخل جواه حاجه. وبعد كده ابتديت اروح على جوجل عادي زي ما انا، وابتديت احط كلمه بي ان جي جنب كلمه بابجي. فده هيبدا يجيب لك الاشخاص، وهيبدا يجيب لك العربيه اللي انا جبتها، وهيبدا يجيب لك اكتر من حاجه ممكن انت تضيف او تغير حاجه في الصور. فدي هسيبها لك انت بقى براحتك. ابتديت يا معلم اخد اول صوره اللي هي الصوره دي، وابتديت اصغرها كده اهو. كبر شويه، كبر كمان اهو. هخلي الصندوقين بره من تحت، وهخلي ايده تبقى محذوفه كده بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. وهبدا ارجع للصور، هاخد صوره العربيه وهبدا اعكسها بالشكل ده، وهبدا اصغرها شويه، وهبدا اخليها تبقى في المكان ده. ممكن تخليها تبقى وراه، ولكن في جزء ابيض هنا هنبدا نشيله طبعا. هبدا اقف على اللاير دي، هعمل ماسك، وبعد كده اجيب البراش تول عادي اهو، وهبدا بالماسك كده احذف الابيض ده لحد ما اشوف انا عايز احذفه لحد فين. بعد كده هبدا اجيب الصوره دي وهبدا اخليها تبقى تحت خالص اهو، ورا العربيه وورا الشخص. بس انا لازم اخلي ده يبقى صغير سنه، وده يبقى كبير شويه، وده يبقى من وراه، فاهم كده مثلا، على اساس ان الصوره الرئيسيه هي اللي يبقى عليها التمركز البصري ثم التسلسل بقى الحاجات الصغيره. احنا على فكره قصينا الصندوق هنا، ما اخدتش بالي معلش. هبدا ارجع للماسك عادي زي ما انا، وهبدا اجيب البراش تول وهدوس اكس، وهبدا خفيف جدا اظهر الحتت اللي هي اتقصت من الصندوق. دي ميزه الماسك بقى، ان هو بيقدر يخليك ترجع، فاهمني. فبس يا سيدي ابتديت اروح على ادوبي ستوك، وكل اللي انا عملته هنا هو ان انا ابتديت اكتب له انفجار بي ان جي. فلو نزلت شويه هتلاقي ان في حاجات شبه الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي او دي او دي وحاجات تانية كتير. فابتديت يا معلم اخد الصوره دي، وكل اللي انا عملته ان انا خليتها تبقى ورا الشخص الكبير اهو مثلا هنا كده، وابتديت اكررها. دوست على الت وشديتها كده، وابتديت اعكسها سنه واصغرها شويه واخليها تبقى في الجنب ده، على اساس ان هو يدينا اكشن حبتين يعني. ويلا بينا دلوقتي. الاصدار السادس من فونت حمدي بقى متوفر بفضل الله المره دي بمميزات تتعدى ال 22 جيجا، وكمان مع خصم مميز جدا وهو 60%. ده غير ان انا كده كده بقدم لك الفونت بسعر رمزي. فانا عايز اوريك اسعار الفونتات في
العادي بتبقى بكام وانت هتفهم بنفسك. الخصم هيكون لفتره محدوده، ومش عايزك تفكر ان في خصم هيكون موجود دلوقتي خالص غير الخصم ده، وحتى لو حصل بعد فتره طويله هيكون خصم بسيط قوي في الخصم اللي انا بقدمه لك دلوقتي، فحاول تلحق. المهم يا سيدي بقى، المميز في الموضوع ان انا عملت لك لينك بيهانس تقدر انك تشوف فيه كل حاجه بالتفصيل، وكمان محتوى الباكج اللي هتوصلها كل ده هتقدر تشوفه صور. وحرفيا بعد ما تاخد الباكج اللي موجوده مع الفونت مش هتبقى محتاج اي صور ولا اي ملفات ان شاء الله من اي موقع نهائيا بعد كده. فبس يا سيدي، للتواصل واتساب الرقم اللي يظهر قدامك، او في لينك تحت تقدر تضغط عليه يحولك للواتساب اوتوماتيك وبس كده. والعربيه دي ممكن نخليها تبقى بميل سنه كده على اساس ان هي تبقى سانده بس على الحاجات اللي على الارض دي. تمام. طيب هنا الموبايل كان لونه ابيض، السكرينه بتاعته كانت بيضه، ودي حاجه ما كانتش كويسه بالنسبه لي. ابتديت اروح على فريبك وابتديت اكتب هنا بالشكل ده، فده هيبدا يجيب لك حروب بالشكل اللي انت شايفه ده. اخترت طبعا الاي اي من هنا، ابتدى يديني اشكال قويه جدا ينفع ان احنا نحطها في الباك جراوند. فقمت مختار الصوره دي، وكل اللي انا عملته ان انا شديتها فوق السكرينه البيضه بتاعه الموبايل اللي احنا اخدناها كوبي في الاول، وعملت كنترول الت جي. ده هيخلي الجزء ده يدخل اهو معاك في الباك جراوند بدون اي مشكله خالص. هنا ممكن تبين اي تفصيله انت عايزها، سواء دي سواء الدخان ايا كان، يعني انت عايز تبين ايه، فاهمني؟ طيب هنا المفروض ان الانفجار الموجود ده لازم له دخان شويه يطلع منه، فابتديت اروح عادي على فريبك زي ما انا، وابتديت اكتب سموك بالشكل ده. تقدر تاخد اي حاجه من دول وتركبها. فانا اخترت الشكل اللي هو ده، وابتديت اخليه يبقى فوق خالص مثلا كده اهو، صغرته شويه عكسته، وابتديت اغير النورمال هنا للسكرين. ومن هنا هنبدا نخلي الدخان يبقى موجود بس على بسيط. فهبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل ماسك، وبأداة الجريدينت تول هبدأ اشد من تحت لفوق كده مرة 2 3 لحد ما اظهر قوة الانفجار، والدخان يبقى حاجة خفيفة قوي طالعة لفوق كده. وهبدأ اعكس طبعا نفس الموضوع في الاتجاه التاني اهو بالشكل ده. هتلاقي ان الدخانة ادت احساس بالانفجار اكتر، فاهم؟ فبس يا سيدي، تعالى نطلع هنا، تعالى بقى نيجي لمرحلة الشادو. هقف على صورة المابا اللي تحت، وهبدأ اجيب البين تول، وهبدأ ارسم شادو كده اهو بالشكل لده مثلا. كنترول انتر، وهتبدا تروح على السوليد كلر هتخليها اسود، وهنعمل اوكي. كل اللي انا عملته انا رحت عند فلتر، وابتديت اختار بلور جاليري، وابتديت اختار ثالث فلتر من هنا، وعملت كونفرت تو سمارت اوبجكت. ومن هنا يا سيدي هتبدا تمسك الدايره دي تنزل بيها لتحت شويه، والجزء اللي جوه ده هتبدا تزوده شويه. شوفوا الشادو بيعمل معاك ازاي. لو رفعت شويه هتلاقي الشادو بدا يظبط بطريقه حلوه قوي. هبدا اعمل انتر. تمام. طبعا هو تقيل قوي، هنبدا نقلل اوباستي، وهنبدا نعمل ماسك، وهنبدا نجيب الجريدينت تول، وهبدا اسحب من تحت لفوق كده علشان اخلي الشادو يبقى تقيل من هناك وجاي على خفيف من هنا. وبس كده يا سيدي. هبدا الت واسحب علشان اخد كوبي اهو للشادو، وهبدا المه، وهبدا اشده كده علشان اخليه في اتجاه العجله بتاعه العربيه اهو، وهبدا الت واسحب عشان اخد واحده كمان. فلما تيجي تبص هتلاقي ان الشادو بقى شكله حلو جدا. وابتديت يا سيدي اروح على فريبك، شلت هنا اختيار الاي اي، وكل اللي انا عملته هنا ان انا ابتديت اكتب فاير، وابتديت اخد شكل الشرار الموجود قدامك ده، وقمت شده معايا كده على الديزاين، وخليته يكون اول لاير فوق. وكنترول ال من الكيبورد هيفتح لك قائمه الليفلز، هتبدا تشد السهم او المثلث ده ناحيه اليمين شويه علشان تقلل الاحمر القوي بالشكل ده. وممكن كنترول يو هنخلي الاحمر ده يبقى رايح للاصفر حاجه بسيطه بالشكل ده، وهننزل بيهم تحت، فهيديك الشكل القوي جدا ده. وبعد كده ابتديت اكتب الجمله بتاعتي اهو. هبدا اكتب ذا جيم بالشكل ده، هقسمهم على 3 سطور از ريدي بالشكل ده، وهبدا اصغر الجمله الاخيره دي شويتين اهو. وبعد كده ممكن امسك الثلاثه اكبرهم مع بعض واخليهم يبقى ميل، يعني بدوس كنترول وبسحب كده اهو. وبعد كده كنترول ايه هعملهم ميرج، وكنترول يو، وبعد كده اخليهم باللون الابيض. تمام. طيب زوم لي بقى على الجمله دي، وابدا هات البين تول، وابدا يا سيدي ارسم كده رسمه التقطيعه. كنترول انتر ديليت، وارجع كنترول دي علشان تشيل السلكت، وارجع ارسم الخرابيش دي كنترول انتر ديليت، وهكذا بقى اهو. الحاجات دي يعني هتديك اكشن كده شويه في القصه، فاهمني؟ مره 2 3 لحد ما تلاقي ان الامور معاك تمام، وبعد كده خلاص مثلا تمام. وبعد كده هبدا اعمل كوبي من نفس اللاير بكنترول جي، وهمسك اللاير اللي تحت كنترول يو، هخلي لونها يكون اسود، وكنترول تي ثبت صبعك على الكنترول، وابدا شد من الجزء ده لتحت، فيبدا يديك شادو من ناحيه الشمال فقط. وبعد كده ابدا قلل الاوباسيتي شويه بالشكل ده، فهتلاقي ان الموضوع بقى تحفه بشكل مش طبيعي. هبدا اجيب معايا لوجو بابجي ولوجوهات الاب ستور اللي هو بيقول لك حمل يعني من الحاجات دي. فلما تيجي تبص هتلاقي ان الديزاين تقريبا ما اخدش كام دقيقه. والحلو في القصه هو اختيارك للصور فقط، مش المجهود ولا ان احنا عملنا اي حاجه مثلا انت ما تقدرش انك تعملها. الموضوع بسيط ومش محتاج غير حبه تركيز بس.
المهم ما تنساش انك تعمل اشتراك في القناه علشان اللي جاي زي ما قلت لك ما ينفعش انه يفوتك، ولان عارف انك بتنسى. لايك للفيديو، كومنت كتشجيع، مش هتخسر حاجه. اشوفك في الدرس الجاي. وبس كده يا سيدي، هنا اقدر اقول لك ان انا وصلت معاك لاخر الدرس. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه علشان اللي جاي زي ما قلت لك هتكون حاجات قويه جدا جدا. وما تنساش كمان انك تصلي على النبي في قلبك. اشوفك على خير، سلام.